السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي رجالة الفانتازيا. شايفين الكلمتين دول؟ عايزين نغيرهم بقى، اكيد الناس زهقت منهم، فاقول لكم مثلا مساء الفل عليكم جميعا، وان شاء الله تكون جمعة مباركة عليكم ويكون يوم جميل بعد ما تشوفوني برضو، وان شاء الله تكون اجازة حلوة عليكم. النهاردة انا جاي سريعا هطلع اتكلم عن نقط مهمة عشان خلاص النهارده يوم الامتحان، يكرم المرء او يهان، لا مؤاخذه يعني معلش. فاللي لحق ذاكر ولحق ذاكر، واللي ما لحقش ما لحقش. فدلوقتي احنا هنتكلم عن نقط سريعه، ممكن اللي ما لحقش يحاول يلحق معايا في الحلقه الاخيره دي قبل الديدلاين، بعد كده نخلص الفول انا مش مسؤول، ماليش فيه بقى. دلوقتي احنا هنتكلم على نقط مهمه جدا، اولهم المؤتمرات بتاع الماتشات بتاع المدربين واللعيبه المصابه، اخر ابديت طبعا. وكمان هنتكلم على قانون غاندي وافضل كابتنه للاسبوع الاول، وفي كابتنه ريسك، وفي كابتنه ديفرنشن، ونتكلم برضو على التشكيله بتاعت النهائي اللي خلاص اخش بيها يعني. تمام. ان شاء الله نبتدي. اول نقطه دلوقتي هنتكلم على المؤتمرات الصحيه بتاعت اللعيبه والمدربين. تمام. دلوقتي عندنا استون فيلا. اول حاجه استون فيلا روجرز امبارح شافوه بيتمرن في التمرينات، فده خبر جميل قوي، لان روجرز اصلا من اغلبيه اللعيبه اللي الناس كلها كانت هتجيبها في الدرافتات او التشكيله بتاعتهم. فانا لو اتاكدت النهارده قبل الديدلاين جت تسريبه او حاجه ان هو هيلعب، كده كده هجيبه في تشكيلتي، هغير امد او هغير اسماعيل اصار مش مشكله. أنا بالنسبه لي روجر كواليتي لعيب احسن منهم شويه. ده بالنسبه لاستون فيلا، وبقيه اللعيبه هتلعب، وتقريبا هيبتدي برضه ميليون ده هيبتدي، يعني لو حد شاريه غالبا هيلعب يعني. تمام. تاني حاجه ليفربول كل اللعيبه تمام ما عدا اللي في نص الملعب اللي هو اسمه جريفنبرج. اللعيب ده عشان واخد طرد من الموسم اللي فات، فمش هيبتدي الموسم، فبس ان شاء الله يعني ايه يلحق الماتش التاني او التالت. انا مش عارف هو واخد العقوبه قد ايه. وماك اليستر جاهز، بس ايه لسه مش عارفين هيلعب ولا لا، يعني لسه القرار ده. برادلي جاهزيته في محل شك، فاللعيبه اللي جايبه اللعيب الجديد اللي هو بديله ده غالبا هيلعب، وهو جميل قوي بصراحه، ديفرنشال محترم يعني. وجوميز طبعا موجود، بس ممكن تلاقيه الدكه وبس. واتكلم عن اللعيب اللي هو الباك الجديد اللي هو مش عارف برضه اسمه شبه جرافنبرج ده، ان هو هيساعد صلاح كتير، لان هو بيرفع عرضيات وكده، فده برضه اوبشن حلو لو حد الناس هتكابتن صلاح زي ما انا هعمل تقريبا. تمام. تالت واحد هنتكلم على مدرب بومنموث. طبعا اللعيبه المصابه مش مهمه، اللي هو كوك وكريستن دول واونيل دول مش هيلعبوا، بس المهم عندنا كلويفرت عشان الناس عايزه تجيبه او حاجه زي كده. هو دلوقتي في مرحله التعافي، بس برضه جاهزيته في محل شك، فالناس ما تشتريوش وتريح دماغها لغايه ما نشوفه في الملعب كده ونبتدي نلعب بس كده. فاهم قصدي؟ وهنتكلم برضه على مين تاني، على فريق فولهام. ريبيرسون مش متاح، مش هيلعب، عشان لو ناس جايباه في التشكيله تطلعه بسرعه. وسيسينيو اللعيب ده بصراحه كواليتي جميل قوي، بس هو برضه ايه في محل شك، فالناس برضه ايه لسه تبعد عنهم. طبعا برينتفورد عندك كيرر في محل شك، مع ان الناس شافته برضه ايه في التدريبات، بس مش عارف هيبتدي ولا لا. بينوك نفس الكلام، محل شك. وشادي عشان برضه ان شادي ده كان عامل نمره في اخر الموسم اللي فات، يا نهار ابيض، فبرضه في محل شك ان هو يلعب، فما حدش برضه يجيبه. بس في كلام قالوا ان اوتارا اللي هو بتاع بورنموث رايح لهم، فده هيبقى بديل لويسا جميل قوي، لان ويسا مش هيلعب. ويسا برضه نفس الكلام لو حد حابب يشتريه. بس بالنسبه لويست هام مفيش ناس كتيره غايبه، هو سامرفيل بس، وتقريبا مش في تشكيلات حد اصلا. والباقي بقى اللي هي اللعيبه اللي هي ايه ساندرلاند والكلام ده، اي دونت كير بصراحه. بس لو حد عنده حد معين وعايز يسال عليه ممكن اسرش له عليه، غير كده تمام. طبعا هنخش النقطه الثانيه، هي قانون غاندي. يعني احنا كلنا برضه تقريبا اللعبه فيها نسبه مثلا 60% هيكابتنوا صلاح في اول جوله، فهو هيلعب اول ماتش
فقانون جاندي دايما بيقول ان ايه، ان ما بيجيش جوان، يعني صعب يجي فيه جوان. ده قديم قوي في الفانتازيا يعني. بس طبعا الحاجات دي ما بتطبقش على المو صلاح، لان ده المو صلاح بس باختصار. راجل كل بدايه موسم لازم يعمل حاجه، فحتى لو في البري سيزون زي لا مؤاخذه فاهم مش حلو، بس ده ما يقللش منه خالص. هو في الماتشات يعني في البريمير ليج هي حاجه متمرس فيها يعني. تمام تمام. الكابتنه بقى اللي زي ما انا قلت لك افضل خيارات طبعا مضمونه، صلاح، هالاند، بالمر، 3 كابتنات لزاز وفي المضمون، ويعني مش هيزعلك في الرنك قوي، فاهم قصدي. الكابتنه بقى اللي هي الضرب نار، اللي هي انت عايز تفرق شويه، في فيرت اللي هو فيرتس ده بتاع ليفربول، وفي برونو لو عندك في التشكيله، وفي ساكا. ساكا برضه مولعه في البري سيزون، يعني ايه عامل الجو جميل، وساكا كواليتي لعيب محترم قوي، فده برضه اوبشن. طبعا الكابتن الريسك قوي اللي انت عايز تريسك بقى، مثلا ممكن تروح لبوين، فاهم. عندي انا كنت جايبه في درافت بس دلوقتي مش معايا. طبعا بوين، عايز تروح لكريس وود مثلا. ده يعني حاجه ترجع لك انت، انا ما اقدرش اتكلم فيها، بس هي هتبقى ريسك قوي يعني. تمام تمام. طبعا احنا سمعنا الاخبار بتاع رمزي بتاع استون فيلا راح نيوكاسل، ده برضه هيفرق. ويسا برضه هيمشي وبس. والتشكيله النهائيه بتاعتي هحطها لكم دلوقتي، وهي عامله تقييم 92%. بصراحه انا مقتنع بيها، حاسس ان انا عايز اخش بيها كده، مش عايز اعمل اي تغييرات، مش عارف ليه. حاسس ان هي لذيذه وهنشوف الدنيا. وزي ما قلت لكم ان موضوع ما تعملش يعني، ما تبقاش سريع. يعني ايه ما تبقاش سريع؟ يعني اتقل خالص على الترانسفير. لو في حد عايز يسال عشان كده كده انا هخليك يعني انا مش داخل بنش بوست، في ناس هتدخل بالبنش بوست، انا مش داخل. بس غالبا هيبقى في بنش بوست في الجوله الثالثه، وفي فري هيت، وفي تريبل كابتن، في بلان كده خطه انا يعني هنمشي مع بعض عليها، وانا هقترحها عليكم وانتوا دماغكم يعني، كل واحد برضه في الاخر ياخد القرار يعني اللي هو حاسه من جوه ان هو هينفعه. انا بس مجرد ان انا ايه بفيدك يعني، بحاول اوصل لك المعلومه من غير ما تعمل انت مجهود يا برنس. انت تقعد مكانك وتقول لي يا شيكس جيب لي المعلومه، اجيب لك المعلومه، فاهم قصدي. فهجتهد انا بقى، مالكش دعوه. بس وما يعني ما تستعجلش على الترانسفير، وحاول تعمل التشكيله بتاعتك تكون قريبه الاول على الاقل 3 اسابيع، يعني يكون اللعيبه الروتيشن بتاعك تعرف مثلا اول جوله هتعمل ايه، تاني جوله هتنزل بمين. تمام. وان شاء الله تكون حلقه خفيفه على قلبكم كده وتشوفوها كلكم، وهحط لكم ان شاء الله. ويا جماعه بالله عليكم فكرتوني والله، الكود يا جدعان، الكود بتاع الدوري بتاعي لسه ما فيش، ناس قليله. خشوا اللي بيلعب اللعبه ياخد الكود ده، انا هحطه لك كده كبير فوق هنا. فاهم، في الشاشه. ياخد الكود ده، هياخده يخش بيه على اللعبه. لو محدش عارف ازاي ياخد الكود يقول لي وانا اقول له، وانا هحاول انزل لكم كلينك يعني، تخش على طول على الكود ان شاء الله يعمل لك ايه يعني، ان انت تخش في الدوري. انا عايز ناس كتير عشان الدوري يبقى حماسي يعني، فاهم قصدي، ويبقى فيه كلام ويبقى، انما غير كده ما اعتقدش الدنيا هتبقى مش يعني مش انا شخصيا مش هبقى مبسوط. فبالله عليكم انا مش بطلب منكم حاجه، واللي وصل للحته دي وشافها يا ريت بقى يدعمنا بالقناه، في القناه لايك وبتاع، عشان تبتدي بس تشوفني واظهر لك، وان شاء الله هتستفاد ان شاء الله يعني. الموسم لسه طويل، ولسه احنا في بدايته خالص، ولسه بقى معانا نعدل ونظبط كل اللي نفسنا فيها نعمله. وشكرا لكم جميعا، وان شاء الله تكون جمعه مباركه عليكم حبايب قلب ام خالد. حبايب قلب الشيكس. السلام عليكم.